كلنا أكيد دخلنا صيدليات، على الأقل يعني حتى عديت من قدام صيدلية، ما لمحتش بطرف عينك كده على بانر الصيدلية لوجو عبارة عن كاس ملفوف حواليه تعبان؟ إيه دخل التعبان بالدواء؟ وإيه علاقة اسكليبيوس اللي هو إله الطب عند اليونانيين بالليلة دي كلها؟ تعالى كده أنا وإنت نشوف الحكاية من البداية. اسكليبيوس إله الطب والدواء في الأساطير اليونانية، وهو ابن الإله أبولو. ليه ألقاب كتير بس أشهرهم سوتر يعني المنقذ، وبيان يعني الطبيب. اسكليبيوس كان ذكي وكان دكتور بيرفكتو، كان عنده علم رهيب بالأدوية، وكمان كان متعلم شوية سحر وشعوذة، فكان عنده قدرة إنه يشفي أي مرض. ومش بس كده، ده بوشكاش بيضحي، ده كمان كان قادر إن هو يحيي الأموات. فصيته ذاع ولا الخلنوس، كان بيجيله ناس من كل مكان في العالم. الرمز بتاعه بقى كان عبارة عن عصاية وتعبان. إيه حكاية العصاية والتعبان دول؟ العصاية كان هو بيطلع في رحلات كتير يقعد يدور على أعشاب عشان يستخدمها في الأدوية بتاعته، فكان دايما بيكون معاه عصاية كده بيتعكز عليها. أما التعبان بقى فليها روايتين. أول رواية إن في جولة من جولاته لقى تعبان ميت تحت شجرة، وفي تعبان تاني نازل من على الشجرة وفي بقه عشبة. أخد العشبة دي واداها للتعبان الميت، وبقدرة قادر الحياة دبت فيه. قال بس أنا هستخدم العشبة دي في إحياء الموتى. أما الرواية التانية ففي فترة ظهور مرض الطاعون بيقولوا إن هو قدر يتشكل في هيئة تعبان وبدأ يشفي الناس اللي بتصاب بالمرض ده، حتى الناس اللي ماتت منها بدأ يرجعها للحياة مرة تانية. بس في بعض الأساطير بيقولوا إن قدرته على إحياء الموتى كانت بسبب إن أثنا وهو صغير ادت له شوية دم من الجزء الشمال في دماغ ميدوسا. بيقولوا إن الجزء ده كان فيه قدرة إحياء الموتى. المهم الإله هادس اللي هو إله الأموات والعالم السفلي لما عرف باللي سكليبيوس بيعمله قال إيه ده، هو إحنا هندخل على شغل بعض ولا إيه؟ وأنا كل ما أموت لي واحد هتصحيه تاني؟ وراح قايل لزيوس. زيوس بيحب يريح دماغه، راح قاتل اسكليبيوس بالصعقة بتاعته عشان يفض الليلة دي كلها. واتبنى لاسكليبيوس أكتر من معبد، أشهرهم كان موجود في أبيداروس. المعبد ده كان أهم مكان للشفاء في العصور اليونانية والرومانية القديمة، واتبنى في القرن الرابع الميلادي. وكان ليه تمثال بيظهر فيه هو وبنته هيجا. هيجا دي إلهة الصحة. هو كان ماسك التعبان والعصاية بتوعه، وهي كانت ماسكة كاس. فقالوا بس إحنا هناخد التعبان اللي هو رمز للشفاء والكاس اللي هو رمز للصحة وهنعمل بيهم شعار. وبدأوا يستخدموا الشعار ده من القرن السابع قبل الميلاد، وفي أكتر من شعار بيتم استخدامهم في الطب والدواء. أولهم اللي هو الكاس والتعبان، واحد تاني اللي هو عبارة عن عصاية ملفوف حواليها تعبان، ودول أكتر رمزين مشهورين. أما الشعار ده بقى فبيتم استخدامه في أوروبا ما عدا ألمانيا والنمسا، والشعار ده بيتم استخدامه في النمسا. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.